رشيد نكاز جيتي لمراكش ما قلتيهاش لينا، على الاقل نديرو معاك الصواب، نوصيو عليك، يدوروك المغرب، تشوف الطبيعه، تشوف البحوره، طنجه القويره. ولكن انا علاش ما فقدتلكش الخبر البارح؟ كنت غارقه في الخدمه من 9 ل 5 ونص، وبقات لي ساعه باش نوجد الفطور. دونك تيك توك ما هضرتش بيه، وقولوا لي رزقك من التيك توك هذوك اللي كيكتبوها. يلا تصب، نتوما الزوينين بقاو معايا باش نطلعوا رشيد العماريه. خصني ضروري شي وحده اللي تصلي على النبي وتلقى بزغري. هذا رشيد نكاز كان جزائري فرنسي، يعني كانت عنده الجنسيه الفرنسيه، ومن بعد تخلى عليها حيت كان باغي يترشح للرئاسه في العهده الاولى لحميم جيدو. دخل الجزائر بالباسبور الجزائري وبلا كارت سيجور، ومن بعد دخل الحبس 8 ايام قبل ما يفوز حميم جيدو. تخيلتوها معايا؟ ها كي دخل وها هو من بعد 1200 يوم في السجن القليعه. anyway هاد نكاز هذا كان مؤخرا في مراكش البارح. له واحد الفيديو في اليوتيوب ديالو من حدا صومعات الكتبيه، تيقول بان مؤسس الكتبيه جزائري، يعني مدينه مراكش جزائريه. وزاد كملها قال بان المغرب محتل للصحراء. شتي هاد الهضره هادي كجبتي النحل على الجزائر. نقول لك علاش، راحنا عارفينك مصيفطين كدوز مغالطات، ولكن اجي نقول لك اجي هذاك اللي بناها عبد المؤمن بن علي. انت قلتي انه اصل تلمسان، وفوقاش تبنات الكتبيه في القرن 12. كانت شي جزائر في القرن 12. القرن 12 تلمسان كانت تابعه لمن؟ ماشي المغرب اللي كان براسو حاكم الاندلس. دونك جبتي النحل على عمي مجيدو. النحل غيقرصكم وحنا غيخلي لنا العسل. وما تنساش بان الجزائر يلا تخلقات في 1962. ما كتقول على الراجل الجزائري؟ كان شي درابو الجزائر على ليبوك، كانوا شي حدود الجزائر على ليبوك. يعني جبتي التاريخ بيديك. الارشيف ديال المستعمر غادي يتحطوا، وانت اللي قلتيها بفمك البارح. اما بالنسبه للصحراء تتقول عليها احتلها المغرب. مش عارف شنو هي كلمه احتلال؟ ملي كتحتل شي دوله كتكون ديك الدوله عندها سياده، عندها نظام سياسي، عندها عالم، عندها جيش، عندها علاقات دبلوماسيه مع دول العالم. اما اللي كانت في ديك المنطقه كان استعمار اسباني، ورجعت الصحراء للمغرب بحكم البيعه. وهذا الشيء اكدته محكمه العدل الدوليه في 1975. يعني هو ماشي احتلال، هو استرجاع ارض. المهم جراو عليك، خساره ما جربتيش القرعه. ولكن حنايا تنتهلاو في الناس، لا احياء ولا اموات اللي باقي عندكم لحد الان في الثلاجه. سلم لي على عمي مجيدو، ميعادنا قريبا في كاس افريقيا. بيس. الخوت السلام عليكم. تم توقيف الناشط الجزائري الموسخ اللي جا لمراكش، ولكن غير بنقول لكم اخر مره فاش مشات بركان الجزائر ما قبلوش توني تلبس فيه الخريطه ديال المغرب. هو جاي هز لينا شرويطه على هز لينا شرويطه ديال الجزائر كانها يعني هي غزه ولا القدس. يعني هي راه باقا نيت مستعمره، خاصها تحيه نيت الجزائر تحرر. ولكن غير بنقول لكم مجرد انه دار الفيديو، دار اللايف في اليوتيوب، خاص الفيديو يحيد من اليوتيوب وخاصو يتعاقب، رغم انه جاي بيستفز المغرب واللعبه معروفه ومرسول من الجزائر. واصلا هذا غير حتاله المجتمع. نهارش كان في فرنسا وتترجل وقال لهم بنمشي نحكم الجزائر ونخرجكم من والحركيين هما اللي اغتصبوا الجزائر في العشريه السوداء، والحركيين هما اللي قتلوا 250 الف جزائري، والحركيين هما اللي دلوا الجزائريين، والحركيين دايرين ايدهم في فرنسا، وانا نمشي نخلص على المحجبات باش يخرجوا من القرار ديال فرنسا. في الاخر جابوه الجزائر، يعني اغتصب كما اغتصب من قبله ويسكت صافي. جا دروك تضرب في الوحده الترابيه داخل المملكه. اعتقل خاصو يغبر، ولكن جاي بيستفز المغرب خاصو يخلص. ولكن خاص فيديوهات ديالو اليوتيوب يحيدوا، وخاص يخرج قانون عليهم، وخاص دارهم فيزا، وخاص يتعاقبوا. واي مغربي يعني ليس منا يدخلهم يعني في كاس افريقيا. جاو يسيروا اللوطيلات، يحطوا لاكارت ديالهم، يخلصوا كيف الرجال، ما كاين لا خاوه لا الزبل. وفيقوا المغاربه بركه انبطاح، ودرتوا الدل في روسكم. اللي جات حزروا ليها كسكسو كذا، وانتم مع ولاد بلادكم ما مقادينش في اوروبا. السم سيتي يهرس في الشيء.
هذا بلاصه اللي محتاجين لبعضياتنا كمساجد كجمعيات شي تيكب السم شي في الكيسان. بقى لكم اجيو تستقبلوا براني ويجي مرحبا بك عندنا اجي سيب. هذا شحال من واحد في هذا النهار اللي سجل الفيديو، شحال من مراكش وشحال من مغربي تيقول لي مرحبا بك ببلادك. الهلي مرحب بو عندي انايا بلادي. بلادي انا كمغربي امام السلطات امام اي مؤسسه بلادي تنسال فيها حق. انا جدودي انا عندي فيها 20 هكتار، ولكن ما يجيش بحال هذا الممسخ يحط فيها رجله. تحياتي للامن الوطني، تحياتي للسلطات اللي دارت خدمتها، ولكن خاصها تكمل خدمه ديال الدوله، وخاص الدوله تخرج قانون اي قرض ما يجيش انا يهز ليا شرويطو ببلادي هك. سير هز تا صنداله ببلادهم، هزوها توني ديال بركان تحداكم تلعبوا به ببلادهم، وراكم شفتوهم اعتقلوهم في المطار وما رضاوش، ما ربحوش كورو ما رضاوش، وليسوا باصحاب حق، ونحن اصحاب حق وارضنا. ويجي هذا السلام عليكم. رشيد نكاز ناشط سياسي جزائري كان عايش في فرنسا، وواحد المرة دخل الجزائر وشدوه النظام الجزائري. عقلتيو عليه؟ هذا هو. ومن بعد كم سنة في الحبس ديال الجزائر هاكي ولا. وكانوا ناضوا شي مغاربة كلهم كيكتبوا كلنا النكاز كلنا النكاز. سبحان الله العظيم ما خرج من الحبس رجع النشاطات ديالو، يمكن ولا في تيك توك ولا شي حاجه. كيمشي لكسيدي لمراكش ما لقى ما يدير. اول حاجه هضر على اضحيه اللي تلغات في المغرب هذا العام. ثاني حاجه مشى تصور قدام كتبيه وقال لك الكتبيه اللي بناها جزائري. ومن بعد شد لك واحد الورقه مكتوب فيها بان الاراضي الصحراويه ماشي مغربيه. جات البلاد ديال الفليو بغا يشدوا الرواح، والله اعلم اشنو قال اخر. المهم هذا رشيد نكاز تعقل البارح. ما كاينش ثقه في ولاد عتيقه، ما كاينش ثقه في ولاد انيتا. وديروا الخير نتوما وجيبوا بنادم ويدخل عندكم لبلادكم ياكل في الغله ويسب المله. ما كيحشموش هاد الكمامه هذا. لا كون سي ترو هادشي راه بزاف. هذا جا وسط بلادنا وسط دارنا وكيعايرنا وكياسي الوحده الترابيه ديال بلادنا. نتوما تشوفوا رشيد نكاز راكم عارفين هذا السيد بلا ما ندوي عليه، رجال مدينه مراكش وامام مسجد الكتبيه كيقول لك بان الكتبيه ماشي يعني كيقول لك بان الجزائري اللي بناها بغى يحرف التاريخ شغلو هذاك، ولكن باش يبقى يوري واحد الخريطه امام الناس وكيلوح الفيديو في اليوتيوب بان الصحراء ماشي ديال المغرب. وكما قلت لكم هادشي وسط بلادنا راه في شكل اش نقول لكم. انا كنتسال كيفاش هاد السيد اصلا خلاوه يدخل المغرب وعارفين بان ماشي اول مره كيدوي على المغرب وعلى الملك وكذا، وخلاوه تما كيجول في مدينه مراكش اش نقول لكم انو ماغ كما كنقولوا بالفرنسيه. المهم انا ما وليت كندوي بزاف على حساب الصحراء مغربيه، لان حاجه اللي ديالنا راه ديالنا وكلشي معترف به. الصحراء ديال المغرب، وكما قال ناصر بوريطه شي واحد عنده شك بان الصحراء ماشي ديال المغرب ولا كيقول بان الصحراء ماشي ديال المغرب، هو غير يدخل ليها بدون اذن ديال المغرب وتما غادي يعرف واش الصحراء ديال المغرب ولا لا.